بعدها نرجع لحل المساله. اعزائي مسالتنا اليوم مساله بسيطه جدا وواضحه على ارض الواقع. مثل ما تشوفون عندي سيارتين. المساله تقول تحركت سيارتان، الاولى باتجاه الشرق بسرعه 40 كيلومتر على ساعه. حلو، اذا عندي مسافه متغيره، هاي المسافه اللي قاعده تتغير راح نرمز لها انا وياكم بالرمز اكس. قال لي بسرعه 40 كيلومتر على ساعه، تحركت سيارتان، الاولى باتجاه الشرق بسرعه 40 كيلومتر بالساعه، السرعه يعني المعدل. بما انه احنا فرضنا هاي المسافه اكس فراح يكون دي اكس على دي تي يساوي 40. جميل. والثانيه باتجاه الشمال بسرعه 30 كيلومتر بالساعه، عندي ايضا مسافه ثانيه تتغير، هاي المسافه الثانيه راح نعطيها رمز انا وياكم واي، بسرعه 30 يعني المعدل دي واي على دي تي يساوي 30 كيلومتر بالساعه. حلو، المطلوب مني هو معدل ابتعاد السيارتين. انا عندي سيارتين، واحده باتجاه الشرق والثانيه باتجاه الشمال، اكو بعد بين السيارتين قاعد يتغير واضح جدا، لان السيارتين بحركه هذا البعد قاعد يزيد قاعد يتغير، راح نفرضه انا وياكم زد. بما انه هو طالب معدل ابتعاد السيارتين يعني هو مطلوب عندي دي زد على دي تي. نعيد اعزائي ونلاحظ حركه السيارات. تحركت سيارتان، الاولى باتجاه الشرق بسرعه 40 كيلومتر على ساعه، والثانيه